الله الله على الريحة والطعم والجمال. حبة لحمة محمرين يستاهلوا بقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى مش هقف في المطبخ كتير واعمل غدوة سهلة وبسيطة ومعايا حاجة حلوة كمان. نقول بسم الله. هنا معايا نص كيلو لحمة ومعايا التوابل بتاعتها اللي هضيفها في الشوربة: بصل، فلفل اسود، زعتر، ورق لوري، بشرة من جوز الطيب. هنعمل بامية ويكا، انا مطلعاها من الفريزر اهي انتفاق. ومعايا بقى الحلو رز بلبن. هنعمل حبة رز بلبن، مطلعه كيس لبن وكيس فانيليا ونعمل رز بلبن. الرز بتاعي انا بحب اسلقه في لبن، طبعا كل واحد حر، في ناس بتحب تسلقه في ميه، انا بحب اسلقه في لبن. واول ما يكمل سلقه هضيف بقى ايه السكر عليه، السكر والفانيليا والنشا. كده انا فضيت كيس اللبن كله عليه خلاص. هسيبها بقى تتسلق نعم يا عمر. هسيب اللبن كده يتسلق، الرز يتسلق في اللبن، ولما يخش طبعا على السوا هضيف عليه ازيكم. تعالى سلم، يلا سلم عليهم. الله يسلمك. مساء الخير يا كعان. مساء الخير يا كعان. اسمها يا جدعان مش يا جعان. صباح الخير يا جدعان. صباح الخير يا جدعان. عندكم نجيب أكل فراخ. هنعمل فراخ؟ لا هنعمل لحمة مش فراخ. هنعمل لحمة عشان المهم باي، يلا. شكرا 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 يا عمر. باي باي يا عمر. باي باي. انت اللي باي باي. هات البوسة. اديهم بوسه اهو. هضيف النشا واضيف السكر طبعا حسب الرغبه، واقلب بقى المكونات دي بسرعه جدا علشان خاطر ايه النشا ما تكلكعش. حاضر يا عمر، ثانيه واحده. حاضر يا حبيبي. هقلب بسرعه كده جدا عشان النشا بتاعتي ما تكلكعش. واخر حاجه هضيفها هي معايا الفانيليا. ضفنا الفانيليا بس ياخد تقليبه كده واحده، والحمد لله قوامه كويس جدا. هغرفه بقى ايه في الطبق. الرز بتاعي خلاص اتعمل اهوت. هحطه بقى في التلاجة يسقع كده لحد ما نخلص الغدا بتاعي ونطلعه. طبعا ثانية واحدة يا عمر. طبعا هغطيه بأي حاجة عندي عشان يعمل وش كده ويبقى زي بتاع المحلات. واجهز بقى في الغدا بتاعتي غليت. هضيف اللحمة، هضيف التوابل بتاعتي اللي هي البصل والفلفل الاسود والزعتر والجوز الطيب. سامعين الشقاوة؟ يلا بقى نحضر حاجة تانية، بس اللحمة تطلع شوربتها وابدأ اعمل في الويكا والرز عشان اخد شوربة اللحمة. هنعمل بقى الويكا، ناخد كده شوربة. الشوربة هي بتاعت بس اللحمة طبعا لسه مستوتش. ناخد كده من الشوربة ونضيف في الويكا عشان ايه اشغل عليها البوتاجاز تلحق ايه تستوي. ايه يا حبيبي؟ الساعة 10. في الساعة 10 مش شوفي. حاضر يا حبيبي. اقرب عليها كده واعمل الرز. هضيف لها ملح، حبه ملح كده، لان انا طبعا ما بضيفش للشوربه ملح، كنت نسيت وغطيتها، فانا ايه قلت اضيف لها ملح عشان ايه يبقى طبعا الشوربه عشان اللحمه تستوي بسرعه ما بضيفلهاش ملح. نرجع نغطيها تاني معلش، عشان ممكن تكون في بنات لسه صغيره بتتعلم تقول انا ما حطيتش ملح، هي كمان تنسى تحط ملح. هنا عشان ما اطولش الفيديو عليكم انا عملت الرز خلاص بتاعي هو الشرب. هوطي عليه، هقلبه واوطي عليه. وادي الويكا بتاعتي انا ضربتها في الخلاط. طبعا برضو كل دون عملت الرز وضربت الويكا عشان ما اطولش الفيديو عليكم، يعني مرضتش اصور. هنا كنت ضربتها خلاص في الخلاط، وفي ناس بتحب تفركها. انا على فكره من الناس اللي بحب اضربها بالشوكه، بس المره دي انا ضربتها اهو في الخلاط. هعمل لها
الطشه بتاعتها. معايا هنا السمنه وتوم وكزبره. هعمل الطشه بتاعت الويكا. ضفنا الطشه ونغطيها على طول ونسيبها بقى من متغطيه مش زي الملوخيه. هنا انا حطيت اللحمه بقى هتتشوح كده في السمنه. هضيف لها ما حطيتش سمنه كتير، هي معلقه سمنه بلدي. هضيف عليها فلفل اسود، وطبعا هي فيها بقى التوابل بتاعتها بس انا ايه قلت عشان الفلفل الاسود يدي ايه ريحه مع السمنه. الغدا بتاعي جاهز، يلا كلنا نتغدى مع بعض. ادي الويكا ورز بشعريه وحبه سلطه كده يفتحوا النفس، واللحمه ما حمرتها، والرز بلبن بقى. بصوا مكشكش ازاي، بصوا مكشكش. هي دي الكشكشه اللي بقول لكم عليها اللي هي بتاعت المحلات. بنغطيه كده، بنغطي الوش وهو سخن كده ونحطه في التلاجة بيطلع بالشكل الجميل ده. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وكومنت جميل زيكم يديني دافع ان اكمل. بحبكم كتير، دمتم بخير ونلتقي ان شاء الله في فيديو اخر. باي باي.